الآن خروج في 20 نوفمبر 2023 الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد القطبان. تخلد الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة القطبان بخروجها اليوم العالمي التضامني مع الشعب الفلسطيني الأبي، ونحن نتابع أطوار معركة طوفان الأقصى المستمرة، والشعب الفلسطيني يواجه إبادة جماعية ويتعرض لأبشع الجرائم ضد الإنسانية التي يقترفها جيش الكيان الصهيوني بدعم من الاستكبار العالمي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها أمام صمت عربي محزي وعجز دولي غير مبرر. أوقفوا المجازر، أوقفوا المجازر، وافتحوا المعابر، وأوقفوا المجازر، وافتحوا المعابر. بما يزيد عن 50 يوما آلاف الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ، واستهدفت كل الفلسطينيين لغزة والمنازل والمساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات، والغزيون تحت حصار شامل. عجزت خلال هذه المدة كل المنظمات الإغاثية العالمية من إدخال مساعداتها، لكن نسجل بكل افتخار صمود الشعب الفلسطيني البطولي والضربات القوية والموجعة للمقاومة الباسلة التي أرغمت الكيان الصهيوني الذي عجز جيشه الجبان كل هذه المدة عن تحرير ولو أسير واحد. أرغمته المقاومة على الركوع لشروطها والدخول في هدنة سمحت بدخولهم قوافل إغاثية وتحرير عشرات الأسيرات الفلسطينيات والأسرى من الأطفال الفلسطينيين من سجون الاحتلال الغاشم. فلسطين أمانة، غزة رمز العزة، غزة رمز العزة، غزة رمز العزة. نفتخر بهذا النصر البين لمقاومتنا الباسلة في غزة ولصمود فلسطين شعبها الأبي في غزة. نسجل في الجبهة المحلية بإفريقيا في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر منها قضية الأمة أو القضية الفلسطينية، ونعلن على ما يلي. أولا، نحيي بإجلال وإكبار رجال المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني الأعزل. تحية الشرف، تحية الشرف، مقاومة المظفرة، تحية الشرف، مقاومة المظفرة. نترحم على شهداء غزة وكل فلسطين الأبرار، ونرجو الشفاء العاجل للمرضى والمصابين. ثالثا، نؤكد